قصة إيزيس وأوزوريس. السلام عليكم. اسمي دكتور آدم الأمير، أستاذ مادة الحضارة المصرية القديمة، وأريد أن أتحدث معكم عن التطور الذي حدث للمصري القديم للتحول من تفاعل مجتمعي إلى حضارة عظيمة. الكتابة التي علمها لهم النبي إدريس كانت هي أساس قيام تلك الحضارة، فبها حفظت عقيدة التوحيد ونقلت العلوم وولدت الفنون. كان أول الفنون عند المصريين القدماء هي القصة القصيرة، نقل بها الناس مشاهد من حياتهم، أحداثا مرت بهم، دروسا وعبرا وحكم، ثم تطورت إلى قصة يتم تأليفها بغرض التعلم والتدبر ونقل الحكمة، إلى أن وصلنا إلى الراوي شكسبير مصر القديمة. فقد ألف الراوي قصته بشخصيات تتفاعل وتؤثر ويتمازج فيها الخير والشر، والعاطفة والعقل، المعاناة والطموح. تم إنتاج أول ملحمة في التاريخ، قصة إيزيس وأوزوريس، اقتبسها الراوي من قصة قابيل وهابيل، وأطلق على أبطالها أسماء ذات دلالات ومعان بالنسبة لهم. كان لنجاح هذه الملحمة جانب آخر أثرى الحياة الفنية في مصر القديمة، وهو بداية التشخيص، فتم إنتاج مجسمات لأبطال هذه الملحمة، وكانت المعضلة الأساسية للمثال المصري القديم هو اختيار ما يستدل عليه من الشخصية. وكما استخدم النبي إدريس ما حوله من الكائنات لإنشاء النقش المقدس، استخدم المصري القديم معرفته بالحيوانات التي حوله لاستحداث الشخوص والتجسيدات، فنجد أنه وضع رأس أبو منجل على جسم رجل ليدل الحكمة، وهذا للذكاء الفطري لهذا الطائر. كما صوروا ماعت بسيدة تحمل على رأسها ريشة العدالة، ولكن التجسيد الدال على عبقرية المصري القديم كان بالفعل ست أخو أوزوريس وعدوه، فقد صوره المصري القديم على هيئة رجل برأس حيوان السلعوة الصحراوي الذي يمقته جميع المصريين، وهكذا تم خلق شكل يصور كل صفة أو قوة كونية على هيئة رجل أو امرأة برأس لها مدلول أو معنى. بدأ المصري القديم برسم الشكل، ثم نحته على الحوائط الحجرية، ثم بنحت تماثيل كاملة لهذه التجسيدات، فأصبح يري المعنى من خلال رؤية التجسيد. فعندما يتم رؤية المرأة التي تحمل العرش فوق رأسها، الكل كان يعرف أنها رمز الأمومة والسحر والخصوبة، إيزيس. شكسبير هو نتاج عصر النهضة الأوروبي، أنتج مسرحيات تجلى فيها صراع الفرد بطموحاته وغرائزه وبين الظروف البيئية المحيطة بها، وهو أحد عباقرة هذا العصر. ولكن إذا رجعنا للراوي المصري وملحمته الأولى، قصة إيزيس وأوزوريس، سنجد أننا أمام عمل لا يقل في الإتقان الفني عن أعمال شكسبير. فمثلا الصراع النفسي لست، وهو يرى أن أوزوريس يأخذ كل شيء وهو لا يأخذ شيء، وقراره أن يقتل أوزوريس، فإننا نلمح هنا جزء واضح من ماكبث. ثم بعد ذلك الصراع بين حورس مع عمه ست ليحصل على ما هو حق شرعي له، أحد ملامح هاملت. قصة الحب الرائعة بين إيزيس وأوزوريس تذكرنا بروميو وجولييت، وعلى هذا نرى أننا أمام عمل روائي لا يمكن تصنيفه على أنه بدائي بالمرة.